بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده طبعا احنا لسه مكملين مع بعض حملتنا ضد قانون الاسره اللي مدمر الاسره. طبعا في اكتر حاجه منتشره قوي في قانون الاسره ما بين الازواج والزوجات، وهي الشهاده الزور. الشهاده الزور في المحاضر، الشهاده الزور في التحقيقات اللي بتحصل سواء في النفقه او في طيران الضرر او في انذارات الطاعه. يا ريت يا جماعه نراعي ربنا، عشان الشهاده الزور عشان تاخدي حق مش حقك او تاخد حق مش حقك انت مش هتعرف تخلع منه. الشهاده الزور دي اسوأ حاجه ممكن تحصل. الشهاده الزور دي انت بتتحاسب يعني حساب غير طبيعي، وهتاخده في الدنيا على فكره. يعني حساب الشهاده الزور عشان تاخد حق مش حقك، او تقلب الحق باطل او الباطل حق، ايا كان انت واخد الشهاده الزور دي ليه، انت مش هتهرب من ربنا. هتعود عليك بالخراب في حياتك، مش بعد مماتك، في حياتك. ودي حاجة أنا لمستها كتير جدا في شغلي. أكتر قضايا فيها شهادة زور هي قضايا الأسرة. طبعا شهادة الزور موجودة في حاجات كتير جدا غير الأسرة، بس هي أكتر حاجة كله بيدعي عكس الواقع عشان يكسب شوية فلوس، ولا يكسب شقة، ولا يكسب نفقة، ولا يكسب طاعة، ولا يكسب أيا كان بقى اللي هيكسبه. خلي بالك الموضوع ده مهم جدا، لازم تبقى حقاني، ولو هتجيب شهاده تجيب شهاده بما يرضي الله. الحته دي مهمه جدا. طبعا دي خارج القانون بقى، يعني حمله ضد قانون الاسره دي حاجه، ولما نتكلم على الشهاده الزور دي احنا اللي بنعملها، احنا اللي بنخلقها مش القانون. لما القاضي يطلب تحقيق ويبقى عايز شهود عشان يثبت واقعه او يثبت حق حد، راعي ربنا في الحته دي قوي قوي قوي، واوعى تلجأ لشهاده الزور. ايا كان بقى مين اللي قال لك هات اتنين بفلوس وقول لهم يقولوا كذا، هتكسب والقاضي هياخد بكلامك، ما انت جايب شهاده. وطبعا اللي جه شاهد دوت وخد فلوس وحلف القسم الرسمي اللي هو والله العظيم اقول الحق، اللي طبعا كلنا عارفينه، وبيحلف بالعظيم وبيحلف بربنا كذب عشان خاطر مصلحه واحد ياخد حق مش من حقه عشان شويه فلوس ولا شقه ولا نفقه ولا مش عارف ايه. حرام. يعني حرمانيتها. سيبك بقى من القانون، وسيبك من القانون بيعمل ايه في اللي بيشهد زور. لو ثبت عكس ذلك سيبك من القانون خالص خالص. ان شهاده الزور دي صعب يتثبت. اللي يقبل على نفسه يروح مع حد يشهد شهاده زور هتاخد عقابك في الدنيا مش في الاخره. خلي بالك دي حالات كتير قدامي، وناس شهدت زور وكسبوا وشافوا ايام بعد كده يعني قالوا يا ريتني. انا بنصح الراجل وبنصح الست، اياك والشهاده الزور عشان تاخد حاجه مش من حقك. انا ياما اتعرض عليا ان انا اجيب واخد اللي انا عايزه، والحمد لله رفضت الكلام ده عشان ربنا، وعشان اتقي ربنا في شغلي واتقي ربنا في عيالي وما دخلش عليهم فلوس حرام. انا حبيت بس ادي الشهاده دي عشان الموضوع ده منتشر جدا ما بين الزوجات والازواج. ودايما بقول الشهاده لو هتجيب اتنين بما يرضي الله هات، ما عندكش سيبها على الله، لكن ما تجيبش زور عشان تاخد حاجه مش من حقك، وما تجيبش شهاده زور عشان تحول اي حاجه. نصيحه لوجه الله حبيت اقولها لكل الناس اللي بتتابعني وهنزلها على الفيديو. اياك والشهاده الزور في اي حاجه، وبالاخص في الاسره، وبالاخص في الاسره هي منتشره جدا. وقضايا الاسره في منها قضايا كتير جدا بتتحول للتحقيق ومطلوب فيها شهاده. انا حبيت ادي النصيحه لوجه الله لكل اب وكل ام، لكل زوج وكل زوجه، لاي حد بقى بعد كده. يعني انا اخر الفيديو هشمل بقى كل الشهاده الزور. اياك والشهاده الزور هتترد لك في الدنيا، هتقع في مشكله وهتلاقي الخصم يجيب شهاده زور ويلبسك زي ما انت ما لبست. تحياتي ليكم. ده كان كده فيديو عن الشهاده الزور، ولسه مكملين مع بعض حملات ضد قانون الاسره. انا حبيت ادي نصيحه اللي هي مالهاش علاقه بقانون الاسره. ده عنوان الفيديو، اياك والشهاده الزور. كان معاكم حاتم سعيد، تحياتي ليكم واشوفكم على خير. السلام عليكم.